فانا مش متخيل الصراحه يعني ان انا هروح اعمل مسرحيه واهزر واغني وارقص، واخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا ومفيش حاجه بتحصل لهم. من حقك انك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. انا مش هقدر اسافر طبعا. وليه بقول الكلام ده في اخر لحظه؟ المفروض ان احنا نسافر بكره ان شاء الله. انا كنت على امل طول الفتره اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصل تصاعد في الاحداث كنت على امل ان الموسم مثلا يتلغي يتاجل، زي مثلا ما حصل في مهرجان الجونه هنا ومهرجان القاهره. احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم. اهو في دي يا عم بيومي انت عندك حق. نادي الفنان المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا. اديهم واحده كمان. ايوه كده. بس ما فيش حاجه بتحصل، يعني تقريبا لحد دلوقتي اللي انا بكلمكم فيه دلوقتي في ناس عماله تموت وما فيش حاجه بتحصل. انا وكل زملائي دول احنا بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم. كتر خيركم كتر خيركم. احنا بنقدم فن، احنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك. انت هتقول لي فانا ازاي هروح اعرض والناس بيحصل لهم كده في فلسطين؟ معلش سامحوني لو احساسي اوفر شويه، بس انا حاسس ان انا لو عملت كده هبقى انا اكني زي اللي بقتلهم بالظبط. فكمان انا مش هبقى ساكت بس، يعني انا كمان عمال اهزر واغني وارقص، واللي بيحصل في فلسطين. لو الموضوع كده يبقى في فنانين من ايام نجيب الريحاني لغايه محمد انور المفروض ينتحروا. احنا بنقدم فن. تحياتي لحضراتكم يا فندم. انا اسف. زي ناس كتير جدا نفسنا نعمل حاجه ونساعد، بس للاسف مش قادرين نعمل لهم حاجه. معلش يا استاذ محمد اتكلم عن نفسك. عم بيومي على الجانب الاخر ما نفسوش في اي حاجه، الحمد لله حقق كل اللي بيتمناه. تحياتي لحضراتكم وانا اسف. انا اسف. بوس دماغ عمك يا محمد، كان بيدافع عنك. مسحت الفيديو يا محمد انور اتبسطت. فدلوقتي لما يعني ربنا يتوفانا ونتسأل كلنا، انت ساعدت اخوك المسلم في فلسطين عملت له ايه؟ اتصور مع شاب سعودي، اتصور مع سيده سعوديه وهي تعلم ان انا مصري، انا بشرف بلدي. خلاص يا عم بيومي، خلاص خلصت، ما بقاش فيها صور تاني. امسح الصور اللي عندك بقى. كانش لازم تتك قوي على الموضوع يا عم بيومي. قعدت تقول بتصور وانا بشرف بلدي واحنا مش بتوع فلوس. هو قفلها لك خالص. الراجل قال لك الموسم اللي جاي كله هيبقى كبسه وشاورما، لو شموا ريحه الطعميه انت عارف بقى. واضح ان ادائك ما عجبوش يا عم بيومي. انا حبيت اشغل لك الفيديوهين مع بعض، الفيديو بتاع محمد سلام والفيديو بتاع بيومي فؤاد، علشان تاخد بالك من حاجه صغيره جدا، وهي ان عم بيومي كان بيرد على حد تاني. يعني هو قالك من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك. والناس كلها شافت الفيديو بتاع محمد سلام وسألت نفس السؤال، هو غلط في فنه فين؟ الراجل قالك انا عندي مسرحية فيها استعراض ورقص وكده، وشايف اني ما ينفعش اعمل كده في ظل ما اخواتي بيتقتلوا كل يوم في فلسطين. الفيديو بتاع محمد سلام كان يوم 25 اكتوبر 2023، يعني بعد حوالي 18 يوم من 7 اكتوبر، وما جابش سيرة اي حد من اللي مشاركين في المسرحية، لدرجة ان في ناس سألوا يا مسرحية ايه اللي هو بيتكلم عنها دي؟ هو موسم الرياض شغال؟ انا ادعي ان الناس ما بدأتش تهاجم المسرحية الا لما بيومي طلع على المسرح وقال لهم احنا هو يا جماعة محمد احنا اللي عملنا المسرحية اللي محمد سلام اعتذر عنها. ايوه احنا. وعلشان اكون واضح، الموضوع ملوش علاقة باخواتنا في المملكة العربية السعودية. انا بحب كل العرب، بلاد العرب اوطاني وكل العرب اخواني اللي هم اخواتي، علشان بس اللبش احنا مش ناقصين. وبعد ما العرض خلص عم بيومي مسك الحديدة وقرر يتكلم، وليته صمت. خد عندك بقى جميع اطياف الشعب المصري بتتكلم على بيومي فؤاد في اتجاه واحد. انا اكاد اجزم ان بيومي فؤاد جمع اشخاص عمرهم ما اتجمعوا على هدف واحد. اي نعم، يعني في ناس اخدت الموضوع بره سياقه شوية وبدأوا يهاجموا بيومي فؤاد كشخص، وده مش صح طبعا. في ناس قالت لك ايه ده اصلا؟ هو في ممثل بالكرش ده؟ وانا مش فاهم ايه علاقة التمثيل بالكرش. هو بيمثل وقاعد على الحجرة. بيفكروني بمسلسل فريندز لما واحدة رمت المية على جوي علشان فاكرة انه بيخونها، فاصحابه بدأوا يدلقوا عليه المية علشان اي حاجة بقى. اللي هو اي حد عنده اي حاجه يقولها. انا حاسس ان محمد انور وهو بيبوس دماغه عايز يقول له خلاص يا عم بيومي، خلاص فضحتنا يا عم، ما تدافعش عني تاني يا عم. وانا مش فاهم هو اتكلم ليه. طب ما المسرحيه كان فيها مصطفى غريب، انت شفت حد بيهاجم مصطفى غريب؟ كان فيها مي عز الدين، شفت حد هاجم مي عز الدين؟ الناس مسكت في مين؟
في اللي اتكلم. عملوا كده، وسع كده يا ابني شويه، ايوه، وانت كده شويه، ايوه اللي في النص اللي ماسك المايك ده، خد تعالى، ايوه بنضاره، خد. وبمناسبه الكلام عن محمد انور، فبصراحه يعني موقفه لا يقل بشاعه عن موقف بيومي فؤاد الحقيقه. يعني محمد انور اللي كان منزل فيديو على انستجرام بيعيط على اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين، وفجاه اول ما قالوا له انه هيكون بديل محمد سلام الوضع اتغير خالص يا برايز. الو، ايوه يا معالي، مسرحيه موسم الرياض قولوا المصحف، ابارك الدعاء يا ماما محمد سلام. طب وده اعتذر ليه؟ طب معلش يا سياده المعالي، بس ممكن تخليك معايا دقيقه؟ دقيقه بس. يا نهار اسود، المصلحه هتروح. بيتمسح ازاي الفيديو ده؟ الو، ايوه يا سياده المعالي، معلش عندي سؤال بسيط كده، لو عندك فيديو على الانستجرام وعايز تمسحه بتمسحه ازاي؟ لا ما تشغلش بالك، انا هتصرف انا، ولو ما عرفتش هقفل الاكونت من 4 الصبح هتلاقيني في المطار. وبعدين قال لك ده الفيديو اتمسح لوحده، فانا كسلت انزله تاني بقى بصراحه، ما دمها هيبقى تقيل. وطبعا في ناس قالوا انتم مكبرين موضوع محمد سلام ده ومدينه اكبر من حجمه كده ليه؟ هو عمل ايه يعني؟ ما هو الفرق ما بين محمد سلام واي حد تاني انه عمل، مش بس اتكلم. محمد سلام ضحى بالاف الدولارات اللي كان هياخدها من موسم الرياض. يعني الراجل مش بس عمل فيديو طلع قال فيه كلمتين طق حنك وقول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ لا معاك حق يا هايبر وان، الكلام ده مظبوط جدا. محمد رمضان يا دوبك خلص الكلمتين دول وقال لك معلش بقى عشان في لتر كوكاكولا مستنيني، وراح عمل اعلان ايه ده؟ عمل من ساعتها بتاع 8 اعلانات مع كوكاكولا. ايه يا رمضان بقى ده؟ يا رمضان ايه الحركات دي؟ جو قديم وبلدي، جو قديم وبلدي، بلدي غلط، اوعى تعمل كده تاني. فعلا والله معاك حق، ده جو قديم جدا وبلدي. وهو موسم الرياض بخ، والفلوس اللي كانت جايه من هناك راحت، وفضل ايه يا عم بيومي؟ المواقف يا عم بيومي. وبعد ما محمد سلام تقريبا قاعد في بيتهم من ساعه الفيديو اللي عمله، الناس ما نسيتش رغم انه مش موجود قدامهم، ودي طبيعه الناس. اي فنان بيختفي شويه الناس بتنساه، ما بتاخدش بالها اصلا انه مش موجود. لكن العلاقة اللي اتكونت ما بين محمد سلام وما بين الناس ما بقتش علاقة فنان وجمهور، دي علاقة انسان بانسان. الناس حست ان ده زيهم، عنده نفس المشاكل، جواه نفس الصراعات، مش ملاك لكن بيحاول يكون احسن. والصدق ده يبان في الفيديو اللي هو عمله، وبرضه عدم الصدق هيبان في الفيديو اللي عمله عم بيومي. بصراحة أسوأ أداء أشوفه له رغم إن هو ممثل شاطر. ولما الناس فضلت تسأل فين محمد سلام يا جماعة، إحنا عاوزين النوعية دي هي اللي تبقى موجودة قدامنا. ومع الوقت رجع محمد سلام لأن الناس فضلت وراه، والعلاقة والحب ظهروا في احتفالية وطن السلام اللي كانت يوم السبت. أول ما ظهر محمد سلام في الاحتفالية ردة الفعل كانت كبيرة جدا، مش علشان هو محمد سلام الممثل الشاطر ودي حقيقة، لكن علشان ده محمد سلام الإنسان اللي وقف معانا، اللي قضيته هي قضيتنا. احنا لو فضلنا نتكلم عن سينا اعتقد التعبير اللي على وش محمد سلام ده بيقول كل حاجة. وفي نفس الوقت اعلنت منصة واتشت ان اول بطولة لمحمد سلام مسلسل كارثة طبيعية هيعرض قريبا، ودي هتبقى اول مرة محمد سلام يظهر من ساعة اخر جزء لمسلسل الكبير. محمد سلام اللي جابها من تحت قوي، من مركز الابداع بتاع خالد جلال اللي يعتبر حاجة كده زي منتخب الشباب بتاع شوقي غريب. مركز الابداع اللي كان فيه محمد سلام ومحمد فراج وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح وغيرهم. اول مرة اشوف فيها محمد سلام كانت في 2006 وتحديدا في شهر رمضان. كان في حاجة كده تقول مسلسل سيت كوم، برنامج اسمها جراج، كان في محمد سلام، ياسر الطبجي، حسام داغر، احمد سعد ميشو، محمد علي الدين الله يرحمه. فاكر انت الناس دي؟ وده شريف اللي يشوفه كده يفتكره سعيد مبسوط، بس اللي الناس ما تعرفوهوش انه مدمن. كمان واحد مانجا. ما كفاك مانجا يا شريف بيه. مفيش كفايه، انا اشرب الغيط كله ولا تهدلي رمش؟ مش مصدقني. ياه، ايام ما محمد سلام كان عامل شعره سبايكي، او طلع برضو في فيلم الرهينة اهو.
نايم في الشقة وحاضن رجل زميله. اصل محدش بياكلها بالساهل، معروفة. وطبعا هتلاقيه في البرنامج المفضل بالنسبة لي من غير مقص، اللي كان لامم كل بتوع مركز الابداع بخالد جلال. ظالم اخر. يعني انت مش اخويا، انت مش امي، انت مش ابويا. لا انا مش ابوك، انت لقيط لقيط. وطبعا مسرحية قهوة سادة اللي هي تعتبر بيست اوف من غير مقص، باقة من اجمل المشاهد. شاردا سكوتلاند اي ام ويليام والاس. حضرتك الناس بيقولوا ويليام والاس is 7 feet tall. معلوم. يس اي ليرند. لحد ما في 2009 محمد سلام طريقه يتقاطع مع طريق احمد مكي، عمل معاه طير انت ولا تراجع ولا استسلام. لكن النقلة الكبيرة كانت في 2010 لما عمل دور هجرس في مسلسل الكبير قوي. سيدوني ده انت اللي ما يعرفك يدهلك. انت اسمك ايه بقى؟ هدرس هدرس. انت متابعنا ومراقبنا ليه بقى؟ والختمة الشريفة مفيش غيرش بس انك عاتبني. اوه ماي جاد. والباقي بقى تاريخ من الأدوار المساعدة بحضور محمد سلام وبساطته اللي بتخليك تعتقد إن شغله سهل، لكن شيله وحط أي حد تاني هتعرف قيمته. وفضل محمد سلام ياخدها واحدة واحدة في الأدوار لحد ما في 2023 وتحديدا يوم 25 أكتوبر محمد سلام يعمل أهم دور في حياته، وهو دوره كإنسان، مش مجرد شخص خيالي بنشوفه في التلفزيون أو في السينما منفصل عن الواقع ومش عايش الحياة اللي احنا عايشينها. وده اللي بقينا بنحسه من أغلب الفنانين حاليا، إنهم عايشين في بلد تانية غير البلد اللي احنا عايشين فيها. لكن محمد سلام يوم 25 أكتوبر قال لنا لا، أنا معاكم في نفس الكوكب، عندي نفس المشاكل وواخد بالي من اللي بيحصل حوالينا. علشان كده بقولك إن ده أهم دور محمد سلام عمله. وزي ما قلت لك هما ما كانوش كلمتين في فيديو، محمد سلام خاطر بمستقبله كله، ده غير الفلوس اللي كان هياخدها من المسرحية اللي كان هيعملها. ولا عم بيومي قال إن هو ما بيشتغلش عشانها. واحنا جايين نقدم فن، اقسم بالله احنا مش بتوع فلوس، اقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس. انا مش شحات اقسم بالله، بس انا عايز 5 جنيه ارجع اتجه ليه. ايوه يا عم بيومي ما بيروحش يشتغل عشان الفلوس، هو حاطط عينه على جايزة الجولدن جلوب. والله انا لو شغال في المسرح لكنت قفلت على المايك وطفيت النور. خلصت يا عم بيومي، الادوار اتوزعت وكل واحد خد مكانه، واللي جاب ورا قاعد في الصندرة، واللي سندل سلطان زمانه. ايه ده انا بقول شعر، لا استنى دي اكتبها دي عشان ما انساهاش. وفي النهاية الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. والجملة اللي بتقول تكلم حتى أراك ما كدبتش، رغم إنك شايف الشخص قدامك ومعتقد من شكله إنه إنسان حكيم رزين فاهم الدنيا صاحب مواقف، لكن أول ما يتكلم النظرة دي بتختلف، والعكس بالعكس. ويا ريته ما اتكلم يومها. وبس كده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان لما ننزل فيديوهات جديدة يجيلك إشعار. كان معكم صبري محروس، ولحد ما أشوفك الفيديو الجاي اقعد بالعافية.